اعزائنا الزمهلاويه في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونضغط لايك الفيديو، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد. النهارده هنبدا باخبار الاهلي، هناخد فاصل ونبدا في اخبار النادي الاهلي. اهلا بكم مره ثانيه اعزائنا الزمهلاويه في كل مكان. اخبارنا النهارده هتبتدي من النادي الاهلي مع القندوسي خلاص جه وقعدوا معاه، قعد مع امير توفيق واتفقوا ان هو يروح نادي سيراميكا كليوباترا. قال له ما عنديش مانع، يعني القندوسي ما عندوش مانع، بس على شرط اخد نفس الفلوس اللي باخدها في النادي الاهلي. لكن القندوسي بياخد 550 الف دولار في السنه في النادي الاهلي، يعني داخلين في بتاع 18 مليون جنيه. مين النادي اللي هيدي القندوسي 18 مليون جنيه في السنه؟ مين في مصر هيدي القندوسي 18 مليون جنيه؟ اعتقد ان الموضوع صعب جدا. فالقندوسي دلوقتي شرطه الوحيد هياخد نفس الفلوس. طبعا لو راح سيراميكا كليوباترا هياخد 7 8 9 مليون، لكن هات لي نادي في مصر هيدي القندوسي في السنه 18 مليون جنيه. ما اعتقدش ان في الكلام ده خالص. فالموضوع واقف لحد هنا. الخبر اللي بعد كده خبر المهاجم الاجنبي اللي محير مصر كلها، مهاجم الاجنبي بتاع النادي الاهلي يا جماعه. الموضوع كله كده بيلم كده ورايح ناحيه مين بقى؟ رايح ناحيه موليكا لاعب باكشتاش. ليه بقى؟ لان باكشتاش عايز ديانج، عايز ياخد ديانج من النادي الاهلي، وديانج لو راح لباكشتاش حوالي 7 مليون دولار، اما موليكا ب 4 مليون دولار. يعني النادي الاهلي برضه هيطلع كسبان 3 مليون دولار من الصفقه دي. فهل النادي الاهلي يستغنى عن ديانج في ظل وجود امام عاشور ولا لا؟ هل القندوسي مشكلته تتحل لو ديانج مشي، اللاعب اللي هو الخامس الاجنبي الخامس، ويتفضل القندوسي يقعد ما يمشيش ويحل المشكله الكبيره دي ويجي موليكا، ولا ايه؟ تقريبا ده اللي هيحصل في الايام اللي جايه دي، مش في الايام ده، في الساعات اللي جايه دي ممكن ده يحصل. يعني النادي الاهلي بيلعب على كل المحاور، يا ماشي القندوسي سيراميكا كليوباترا ويجيب حد تاني يجيب موليكا، يا اما باكشتاش شابط في ديانج وعايز ياخد ديانج. فهل ديانج يمشي وموليكا يجي والاهلي يكسب 3 مليون دولار، ولا ايه اللي هيحصل؟ والقندوسي يفضل موجود، ولا ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه في خلال الكام ساعه الجايين. فده خبر مهم جدا لجميع عشاق النادي الاهلي. الخبر اللي بعد كده، نادي الاهلي وصل النهارده من قطر 1.5 مليون دولار نظير صفقه انتقال حمدي فتحي. فحمدي فتحي بيفرجها على النادي الاهلي. طيب نادي الاهلي هياخد 1.5 مليون دولار يعمل بيهم ايه؟ هيبعتهم على ميتلاند مقابل صفقه امام عاشور، يعني جزء من الصفقه بتاعه امام عاشور، جزء من المبلغ اللي اشترى بيه النادي الاهلي امام عاشور. منين؟ من ميتلاند. يعني النادي الاهلي بياخد من هنا وبيودي هنا، يعني النادي الاهلي ما بيغرمش حاجه، النادي الاهلي بياخد من ده يدي لده ويخلص نفسه، وفي نفس الوقت ما خسرش كتير، ما خسرش لعيبه وما خسرش فلوس. يعني امام عاشور ما يقلش عن حمدي فتحي وما يقلش عن ديانج. فالنادي الاهلي عارف هو بيعمل ايه، اداره حكيمه واداره بتفكر صح. فبجد حاجه بجد شابوه لاداره النادي الاهلي. هناخد فاصل ونرجع مع اخبار نادي الزمالك. ورجعنا لكم تاني مع اخبار نادي الزمالك. نادي الزمالك يا جماعه بيحكمه مجلس اداره ضعيف. يعني مجلس إدارة نادي الزمالك ضعيف، حتى وإن كان أحمد مرتضى منصور سياسته مختلفة عن والده مرتضى منصور. أحمد مرتضى منصور بيتصف بالهدوء أكتر، بيتصف بالعقل والرزانة أكتر، لكن مجلس إدارة نادي الزمالك ضعيف لأنه مجلس الرجل الواحد. يعني اللي بيمسك مجلس إدارة نادي الزمالك بيبقى هو اللي بيحكم، ومجلس الإدارة ملوش دعوة. مجلس الإدارة ضعيف، مجلس الإدارة غير مؤثر، مجلس الإدارة غير قوي، مجلس الإدارة غير قادر على أخذ القرار. فهل أحمد مرتضى منصور يشرك المجلس معاه؟ احمد مرتضى منصور اللي كان عضو في النادي، اللي كان عضو في مجلس الاداره، ووالده مسكه، ابوه مسكه مجلس الاداره، مسكه رئيس مجلس اداره، مع ان في ناس اكبر منه، لا هو اكبر سنا ولا هو امين الصندوق. امين الصندوق المفروض خالد لطيف هو اللي كان يمسك، او وهدان، لكن اللي مسك دلوقتي احمد مرتضى منصور بناء على توصيه من والده. يعني مازال ذراع لمرتضى منصور داخل اداره نادي الزمالك، ذراع مرتضى منصور في رئاسه مجلس اداره نادي الزمالك. فهل المجلس الضعيف ده هيقدر يعمل حاجه لنادي الزمالك في الفتره اللي جايه دي ولا لا؟ ده اول خبر. الخبر الثاني، احمد فتوح بيحاولوا يقنعوه. مجلس اداره نادي الزمالك الضعيف اللي لسه قايل عليه من شويه احمد مرتضى منصور عرض عليه مبلغ كبير جدا، يقال انه مبلغ كبير، لكن مش هيساوي نفسه او مش هيساوي احمد فتوح باحمد مصطفى سيد زيزو. لكن احمد فتوح قال لهم اخد مبلغ واخد مقدم عقدي واللعيبه كلها تاخد فلوس. يعني احمد فتوح بيتكلم ككابتن من كباتن نادي الزمالك، بيقول لهم اخد فلوسي المتاخره اللي بقى لها 6 شهور. انا اضطريت ابيع عربيتي يا جماعه، انا بعت عربيتي يا جماعه، انا هركب مواصلات، يعني بعد كده هركب ميكروباص او اجي على العجله،
يعني ما ينفعش الكلام ده. كمان اللعيبه كلها هتيجي بعد كده في ميكروباص او تيجي راكبه عجل او تيجي ماشيه، يعني ما ينفعش يصرفوا لهم كاوتشات عشان لما الكاوتش يبوظ من الاسفلت يبقى معاهم كاوتشات تانية. فالكلام ده مش هينفع يا جماعه. مجلس الاداره بيغري فتوح، لكن هي فين الفلوس؟ مفيش فلوس. بيقال ان فيه 447 مليون جنيه جايين، انا ما اعرفش جايين ازاي، لكن اخبار بتتداول. احمد مرتضى منصور قال كده، لكن الايام اللي جايه هتثبت الكلام ده صح ولا غلط، لان كان الكابتن ميدو طلع قال الزمالك ما فيش فلوس ولا تنتظروا صفقات. فالقادم أسوأ والحياة سوداء قدام نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك. فهنشوف ايه اللي جاي بعد كده. الخبر اللي بعد كده، احمد سيد زيزو صفقته شكلها هتفشل. نادي الشباب السعودي شكله بيجيب لورا، وانا قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت كلها ان بيرسي تاو البديل، لكن كولر لن يستغنى عن بيرسي تاو. كولر مش هيسيب بيرسي تاو. فهل احمد سيد زيزو صفقته تفشل في الانتقال الى نادي الشباب السعودي ام لا؟ بعد ما كانوا عارضين 10 مليون دولار ونص قال لك لا ده 8 بس. ففي خنصره هنا ولا ايه؟ ما كانوا 10 ونص هيبقوا 8 بس. طب 2 دولار ونص اللي هم يحلوا مشكله لشبونه سبورتنج لشبونه ويتبقى. هل هيحصل خنصره؟ ما نعرفش. هل زيزو هيروح نادي الشباب؟ ما نعرفش. هل بيرسي تاو هيروح مكانه؟ مش عارفين. لكن مدرب نادي الشباب السعودي متمسك بزيزو وعايز زيزو، لكن بيرسي تاو هو البديل. ولا الاهلي هيرضى ولا بس. لو خلي بالك لو بيرسي تاو معروض عليه 6 مليون دولار، فالاهلي في دلوقتي رضا سليم جه، فممكن يمشي بيرسي تاو لو ب 6 مليون دولار. يا سلام، الاهلي عمال يبيع ويجيب احلى ويجيب لعيبه احسن او لعيبه في نفس المستوى وياخد كمان دولارات وياخد كمان فلوس. الزمالك بيطفش ومش عارف يجيب ومفيش فلوس. حاجه غريبه جدا، يعني حاجه غريبه جدا. كان الله في عون جماهير نادي الزمالك. يعني اما نشوف اللي جاي هيبقى الدنيا عامله ازاي. هل بيرسي تاو هيروح بدل زيزو؟ هل زيزو هينتقل؟ هل زيزو هيوفر سيوله نادي الزمالك يخلص كل القصه دي، يدفع الغرامه بتاع سبورتنج لشبونه ومرتبات اللاعبين والمدرب اللي شكله هيهرب؟ يعني اعذري يا جماعه، اي مدرب بيجي نادي الزمالك بيفكر في الهرب. ما تحاولش الهرب، لا، كل مدرب بيجي بيحاول الهرب، اللعيبه بتحاول الهرب. فايه اللي جاي نادي الزمالك؟ احنا مش عارفين. اللي جاي صعب، اللي جاي باب القيد هيقفل في 14 سبتمبر. فهل الكام يوم اللي فاضلين دول الزمالك يلحق يتصرف؟ مش عارفين. دي كانت اخبارنا النهارده عن الاهلي وعن الزمالك. ما تنساش اللايك والشير والمتابعه وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويا ريت رجاء فضلا تشتركوا معنا في القناه. سلام عليكم.